السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بأحلى متابعين. ربنا يجعل يومكم كله رزق وخير وبركة، اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله جايين بفيديو مشتريات مع منيو، آه، منيو اقتصادي لآخر الأسبوع، لأيام الزنقات، لأي ظرف أيا كان، للميزانيات الصغيرة. إن شاء الله تستفيدوا منه ويعجبكم. أول حاجة هنا أنا عارضة معاكم الخضار. أنا الخضار كنت حاطه له ميزانية 120 جنيه، خدت المبلغ ده ونزلت بيه السوق. ان شاء الله ان انا همشي على قده بالظبط. اول حاجه لقيتها البدنجان الرومي. البدنجان الرومي الكيلو كان عامل 5، وفي كمان التلاتة ب10، بس انا نقيت ده. عملوا 5 وحدات كده، حجمهم بالمتوسط وكبير. السوق يا جماعه تنزلوه، طبعا احنا عارفين السوق ننزله اخر النهار، ده طبعا افضل حاجه. الاسعار بتبقى مهوده اكتر. مثلا البدنجانيه الكبيره دي تتعمل بابا غنوج جنب غدا، او تتحط في علبه على رف التلاجة، تنفع لسندوتشات. والباقي بقى ممكن يتعمل منها مسقعة، يتعمل منها أفكار تانية. البدنجان طبعا أفكاره كتير. هنا لقيت البامية الكيلو كان ب50، نقيت الحبة دول ب20 جنيه. برضو هنعمل منهم، هتشوفوا المنيو لما هننزله. البامية ب50 وب60، سعرها مش عايز ينزل، يعني احنا لسه مش عارفين نخزن منها لحد دلوقتي. البدنجان العروس برضو، بصوا انا كان في حد جنبي بيبيعه ب15 جنيه، والله العظيم في نفس وقت ما انا نزلت اشتريت من السوق الكيلو ونص ب10. انا نقيت الحبه دول كده، شويه رفيعين على شويه حشو. طبعا كده انا حرقت حاجه من المنيو. آه، كانوا عاملين كام؟ كانوا عاملين 5 جنيه. 5 جنيه يعني كانوا اقل من الكيلو بحاجه بسيطه. هنا الكوسه برضو، الكوسه كانت ب25. الكوسه شد حيلها علينا شويه، طبعا فصلت فيها نزلتها على 20، وجبت الكميه دول كيلو الا ربع تقريبا ب15. الطماطم انا عندي طماطم للتفريز، تمام، متفرزه جاهزه. جبت دول كيلو ونص ب10، جامده كده للسلطه بقى، او تتقطع مع جبنه او حاجه. تمام. فانا حساب الطماطم عندي في الفيديو هنا 10، ممكن نخليه 20 لو انتي ما عندكيش طماطم متفرزه، يبقى هنقوله 20 طماطم. هنيجي برضو للفلفل. الفلفل الكيلو كان بكام؟ الكيلو ب10. تمام، الكيلو كان ب10. الفلفل الرومي، كل اسعار الفلفل واحده. انا هنا جبت نص كيلو ب5، بس انا هحتاج نص كيلو كمان، يبقى برضه انا هقول حساب الفلفل معايا 10، عشان اكون ظابطه لكم الميزانيه، مشتريات المنيو تكون بالظبط، ما اكونش بقول حاجه وتلاقوا معايا بعد كده حاجه تانية. هنا برضو ده يا جماعه مش داخل في الميزانيه، بس انا حبيت اوريه لكم. انا عندي بطاطس، فهوري لكم الفلفل الالوان والليمون دول سعرهم، انتوا هتجيبوا بيه بطاطس علشان نكمل المنيو. الفلفل الالوان الكيلو على بعضه ب15، ولو هتاخدي نص زي ما انا جايبه كده هيبقى النص ب10. فانا مش هفرز لسه حاليا، انا بس محتاجاهم لحاجه معينه، فجبت دول كانوا ب10. والليمون ده برضو، في ليمون اصلا يا جماعه الكيلو ب10 جنيه، بس انا جبت ده الكميه دي ب10. حلو كده، اصفر وكله ميه. كان حساب الخضار معانا 120. ندخل بعد كده على البقوليات. انا هنا جبت المكرونات. المكرونه السايبه دي كانت كيلو ب20، مكرونه اللي هي نوعها مكرونه غاليه. فقلت له عايزه كده كيلو الا ربع من كل حاجه، فجبت ب15 سباكيتي كيلو الا ربع. جبت ب15 عقل برضو كيلو الا ربع. وهنا كنت محتاجه رز، جبت 2 كيلو. انا عندي حوالي يعني كيلو الا ربع، جبت عليه 2 كيلو. وهنا الفول. الفول ده برضو هتبقى فكرة إضافية، احنا إن شاء الله في المنيو هنطلع معاكم يعني أكتر من فكرة، مش أفكار أسبوع بس، إن شاء الله هنطلع أفكار ل10 أيام بأمر الله. فاحنا يعني هنشوف كده مع بعض. وهنا الرز ده برضو الكيلو كان عامل 24. الرز يا جماعة اللي هو بيبقى مزيت، بصراحة أنا بحب أجيبه. ليه؟ علشان خاطر بيستوي حلو، زي رز زمان، مش بيتعبني في السوا وافضل ازود في ميه ولا اضطر انقعه، لا بيستوي كويس. هنا برضو جايبة معاكم 5 بيضات ب25 جنيه. وجايبة هنا دي مش تركي. مش تركي، الكمية دي كانت بكام؟ كانت ب20 جنيه. اسفة ب20، يبقى ب20 وب25 بيض، يبقى حساب السوبر ماركت انا جبت منه حاجات ب45 جنيه. ودي كانت بطاطا، يعني برضو كحاجة إضافية يا جماعة، طبعا ده مش منيو خالص، دي حاجة إضافية، بس أنا برضو حطاها في حسبة ال120 جنيه بتاعت الخضار. برضو حاجة كده تبقى تحلية، تنفع في عشاء، تنفع في فطار. دي كانت عاملة 15 جنيه. يبقى برضو حساب السوبر ماركت زي ما قلنا 45. وحساب العطارة كانت عاملة بالظبط 93 جنيه.
طيب هنا بس طبعا انا حاطه كنت للعطاره حوالي 110، نحسب مع بعض، حاطه للعطاره 110. هنا بقى البروتين جبت ب50 من كل حاجه، ب50 بانيه، ب50 كبده فراخ. طبعا دي مش ب50، انا هجيب 30 بس انا كان عندي ربع فهزود، بس احنا هنقول احنا جايبين ب50. وهنا برضو ب50 مفروم، ده المفروم اللي هو المجمد العادي، بتبقى مفروم هندي تقريبا. كان يبقى حساب برضو، كان الكيلو منه ب150. يبقى كده حساب البروتين معانا كام؟ حساب البروتين معانا 150 جنيه. هنيجي بعد كده نبدأ نشوف المنيو. يبقى احنا برضو قسمنا، هتلاقوا يا جماعة الموضوع مش مكمل ال500 جنيه والله. قسمنا بقى نبدأ ندخل على المنيو علشان مطولش عليكم اكتر من كده. ادي بقى معانا زي ما قلت لكم، انا كتبت هنا 9 افكار، ان شاء الله ال10 كده هتيجي واحنا بنتكلم. اول حاجه من البدنجان اللي احنا جبناه هنعمل صينيه مسقعه. معانا بقى الفلفل الالوان والفلفل الاخضر، طبعا كنت قايله ان احنا ممكن نزوده كمان ب5 جنيه فلفل. تمام، لو حابه تعملي بالفلفل المصري او فلفل حامي. وعامله طبعا حساب الخضره في الزياده. تجيبي مثلا جنبها جرجير كده. آه يبقى ده اول فكره. الفكره التانية هنعمل معانا محشي مشكل. جماعه ده انا مش منيو ترتيب اسبوع ولا اي حاجه، دي مجرد افكار بقترحها من ضمن الحاجات اللي احنا اشتريناها. هتعمل معانا محشي مشكل. في يوم برضو كده، في يوم بقى اللي ب50 بانيه ممكن نعمله فتة شاورما. بتقطعيها طبعا كده قطع صغيرة مع مكعبات فلفل ألوان مع بصل مع طماطم. بتعملي الرز الأصفر، بتحمصي عيش. والله ممكن تعملي التومية بشوية نشا كده، وبتعمليهم زي المهلبية وتحطي معاهم التوم. وبعد كده تضربيها في الخلاط بقى معاكي احلى تومية. او تعملي مكرونة معانا، طبعا المكرونة وتعملي معاها شرائح ستريبس. او كمان لو عايزين نوفر بقى في الزيت، هنعملوها كفتة فراخ ومعاها شوية رز اصفر. تاني حاجة هنا هنعمل كشري مصري. طيب انتي في المشتريات مش جايبة غير مكرونة ورز بس، هنعمل كشري مصري او كشري اسكندراني. طبعا انتوا مش ما شفتونيش ان انا اشتريت عدس، آه اللي هو العدس بجبة. بس يا جماعة انا عاملة حسابه، بصوا، انا المشتريات اللي انتوا شفتوها فعليا في الفيديو عاملة 100 جنيه. عامله 100 جنيه. انا في الميزانيه هنا حاطه كام؟ حاطه 120. فاحنا معانا 20. في حاجات قلنا هنستبدلها، ممكن هنستبدل الفلفل الالوان وهنستبدل الليمون، كل حاجه فيهم ب10. العطاره برضو الحاجات اللي انتوا شفتوها في الفيديو عامله 93 جنيه. 93 120 ناقص ال93 هتلاقوهم كام؟ 27 جنيه. ال20 اللي فوق ال100 والسبعة اللي تحت ال100، ادي 27 ايه، 27 جنيه. في الاول كنت حاسباها 17. يبقى انت معاكي ال27 جنيه، هتزودي بقى بيهم توابل، هتزودي بيهم عدس، هتزودي بيهم شعرية، هتزودي على المكرونة والرز اللي انا جايباهم. هتجيبي مثلا ب5 غلة بليلة تعمليها في فطار في عشاء. فاحنا هنا بقول لكم الافكار الزيادة. انتوا هتلاقوا الحسبة كمان، المشتريات دي بالزيادة هتلاقوا عاملين 440. يعني انا حاطة مبلغ لكل حاجة، وجبت كمان في حاجات جبت اقل. انتي معاكي 60 جنيه كمان تزودي بيها، او هتجيبي بيها منظفات او ايا كان. هنا برضو هنعمل بامية ويكا، وهناخد كام بدنجانية كده من البدنجان العروس. نعمل بدنجان مخلل. واللحمة المفرومة يا هنعملها كفتة رز ومعاها رز حبة وحبة، او هنعملها حواوشي. بصوا بقى الحواوشي، هتجيبي الكمية دي هتقطعي عليها بصلاية كبيرة او بصلتين وسط وفلفل والخضرة، وهتضربيهم في الكبه، هتفرميهم مع بعض. وممكن تزودي كمان طماطميه بس تبقى ناشفه. صدقيني هيطلع لك عجينه كده، خليط هيرمي معاكي كميه. ممكن كمان نعمل فول بالصلصه من الفول اللي احنا عاملينه، ندمسوه نعمله فول بالصلصه وبيت شكشوكه ومش تركي بالطماطم. او نعمل عجه مصري ومعاها بطاطس محمره. كده معاكي 9 افكار. وممكن جنب الباميه ممكن يوم نعمل برضو، تجيبي شويه ملوخيه ناشفه وتعملي معاهم فلفل كده شطيطه بالصلصه. يا جماعة كل الأفكار اللي أنا اديتها لكم دي، المشتريات اللي انتوا شفتوها ب440 جنيه. يبقى احنا معانا المنيو 500. لو معاكي ان انتي حابة تزودي، طب برضو حاطه لكم الصور كده علشان لو حابين تاخدوا سكرين شوت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك واللايك. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.